السلام عليكم. قرر الرئيس تبون زيارة لروسيا. جات وفقا لعدة أمور أو أحداث أو مستجدات. هذه المستجدات كان يستنى فيهم، كانت سبة، كان يحوس على سبب راكوميلاسيون، معناتها يكونوا أسباب، عدة أسباب صغيرة ولا سبب كبير باش يتخذ هذا القرار. ما كانش راح يتاخذوه هكذاك برك في ظل الحرب في أوكرانيا والوضع السائد في العالم. بين الأمور اللي تحجج بهم باش يدير القرار تاعو حتى أمريكا ما تكون خفة تاعها معناتها في هاد الزيارة، وكذلك معناتها المجتمع الدولي ضد سوريا، ضد روسيا عذرا. تحجج بون اجتماع تاع الكيان، كيان صهيوني والمروك وفرنسا في إسرائيل، هذه وحدة. هذه اللي تخلي خطوة من الخطوات. ثاني المناورات، الأسد الإفريقي ولا القط الإفريقي ولا الفأر الإفريقي، المهم في المروك بمشاركة إسرائيل. معناتها هنا المناورات أمريكا شاركت فيها، الأمريكا هي معناتها الرأس تاع المناورات. هنا الجزائر معناتها راهي دات عليها آتو. تانيك زيارة رئيس الكنيست للمروك مؤخرا، كان يقول لك باللي القرار الزيارة جا قبل الزيارة. لا، الزيارة كانت مبرمجة معناتها من قبل. بمعناتها وتانيك زيارة رئيس تبون لروسيا معناتها فيه نوع من الاستعداء لأوكرانيا. حنا أوكرانيا حكمنا بآتو. واش هو الآتو؟ معناتها أوكرانيا لم تنتخب الجزائر في العضوية المؤقتة لمجلس الأمن، رغم أنها على بالها باللي تديه معناتها عندهم كل المعلومات باللي الجزائر راح تضمن المكان تاعها، ورغم ذلك انتخبوا ضد. واش تانيك؟ استثمار إسرائيل في المروك في المجال العسكري، مجال الصناعة العسكرية. وكاين ممكن تكون هناك أمور أخطر. كاين أمور ما نقدروش مثلًا تنفيها ولا يقدر حتى إسرائيل ممكن دعم المروك بأسلحة نووية، مانيش نقولوا في الوقت القصير، ممكن على المدى المتوسط يكون مشروع، وهذا يشكل خطورة للجزائر، خطورة كبيرة للجزائر. بون الزيارة هذه فيها خطورة، هذه واحد ما يكذبش. خطورة، إما خطورة على البلاد ولا خطورة على الرئيس بحد ذاته في أثناء الزيارة. ممكن اعتداء، ممكن أمور كيما هذه تصرا، والجزائر على بالها بهذه الأمور، وكانت من قبل هذا النوع من التهديدات والتخمينات والمعلومات الاستخباراتية إلى آخره. بون قبل ما يروح الرئيس ما هذه الخطرة ما يطلعش ب3 طائرات لا 4 طائرات، ممكن يكون سرب أو سربين. وهذا في الحدود الجزائرية، بمعنى كي يدخل قريب من الحدود البحرية الروسية ولا راح يكون دعم روسي. هذا ما يكفيش، راح يكونوا مثلا ممكن يكونوا غواصات موضوعين على طول الطريق البحري من أي طريق، لأن غواصات عندها دفاعات ورادارات، ورادارات سواء التجسس البحري معناتها رادارات بحرية ولا رادارات جوية، وتانيك الدعم على طول طريق. الغواصات اللي كاينين ممكن يكونوا كاع في موضوعين على خط مستقيم على طول طريق الطائرات، طائرات تاع الرئيس وطائرات المرافقة له، وممكن يكونوا بعض البوارج. هاد الأمور تخمينية بمعنى حتمية، لازم تكون هكذاك. أنا طريقة التخمين تاعي كاين خطورة كبيرة، فالرئيس هنا يكسب عدة أعداء ومش حابين يوصل الرئيس لروسيا. أما الخطورة على الجزائر، اسكو يديروا لها حظر اقتصادي، هذا مستبعد جدا مع الظروف الحالية لا ما هاد نتكلموا عليه في موضوع واحد آخر.
الجزائر واش تقدر لحقنا النقطة هنا، الجزائر واش تقدر تلحق واش تقدر تجيب من سوري روسيا عذرًا. الجزائر في الوضع الراهن تاع روسيا، الضغط الدولي والجزائر بدلت معناتها بينت لا فيداليتي تاعها. ممكن جدًا الجزائر تحصل على صفقة أسلحة، أسلحة تديهم أي سلاح تحب تديه من سوريا، أما روسيا تديه. بون تديه ولكن ليس على بالك الإنتاج الحربي وشغال في روسيا والحرب راهي واجدة. إذًا ممكن يكون اتفاقيات، ماشي معناتها ما يكونش فوري، على المدى المتوسط أو الطويل على حسب طول الحرب ومدى الحرب في أوكرانيا. بون استثمار في الصناعة العسكرية، الجزائر ممكن تجيبها من روسيا، استثمار صناعة حقيقية، معناتها صناعة عسكرية حقيقية، استثمار ممكن جدًا لو كان ممكن وروسيا راهي مرخوفة الآن، تقدر الجزائر تقتنص استثمارات نووية، سواء لأغراض سلمية ونزيد نقول لكم للأغراض العسكرية تقدر تجيبهم. وعلى حسب المنظور تاعي حتى روسيا تنتظر ممكن الزر من الطرف الجزائري. سي نورمال لو كان الجزائر تتفق مع روسيا في هذا المجال الصناعة النووية العسكرية، خاصة العسكرية تبدا سلمية، هي سلمية توجور تنهيلة كما يقولوا، راح يكون هناك تعتيم إعلامي عليها باللي ما كانش منها، ما تخرجش الأخبار هكذا، ولكن هذا في صالح الجزائر باش ما يكونش ضغط على الجزائر، ولكن روسيا من جهتها راح يكون في صالحها لو كان الإعلام يعلم باللي هُما راح يدعمونا بالصناعة النووية. ولكن ماشي في صالح الجزائر طبعًا، راح يكون نفي وإشاعات في نفس الوقت، إشاعات نوعًا ما ثابتة ونفي، وفهموا كيما نقولوا كسر راسك يا الفرطاس، معناتها الجزائر تكون أنفت وروسيا راهي إشاعات وهكذا تقدر روسيا تتلاعب تفرضها في المفاوضات، بمعناتها تكون ثقل تزيد لها الثقل مع الحرب الأوكرانية، وإن شاء الله في المرة الجاية